ازاي تعمل مالتي ايجنت او اكتر من وكيل ذكاء اصطناعي يشتغل عن طريق ماي كلو او اوبن كلو. لو جينا دخلنا على اوبن كلو ودخلنا على الاوفر فيو او جينا هنا اتاكدنا ان هي شغاله تمام وجينا على ايجنتس، هتلاقي عندك ايجنت واحد. هننزل من تحت على الكونفيجريشن وهنيجي هنا هنختار التاب اللي اسمها ايجنت وهنختار الرو كونفيجريشن. بعد كده هنروح على الدوكيومنتيشن، هسيب لكم طبعا اللينك في الديسكريبشن. هنلاقي هنا ان في الايجنت بيقول لك ان في كونفيجريشن. دي ابسط طريقه، هناخد الليست ديت وهنروح على الايجنت اوبجكت هنا وهنعمل بيست، هنمسح اللي كان موجود وهنعمل بيست. بعد كده هنعمل سيف. لو جينا رحنا على الايجنت تاني هلاقي ان عندي اتنين ايجنتس، اول ايجنت اللي هو البيرسونال اسيستنت والتاني الفاميلي بوت. نفترض ان انا عايز اعمل فيتنس ترينر ايجنت تاني. الفيتنس ترينر دوت هو اللي هيمرني. هروح تاني على الكونفيجريشنز وهنزل على الايجنت، هعمل كوبي للاوبجكت بتاع الفاميلي بوت وهبتدي اغير الورك سبيس واغير الاي دي والاسم بتاع الايجنت، وكمان اقول له التولز والاكسس اللي هو عايزه عشان يعمل لي التاسك بتاعتي وهدوس سيف. بعد كده لو رجعت على الايجنتس هلاقي بقى عندي 3 ايجنتس، منهم واحد الفيتنس كوتش وده اللي هيمرني وهيعمل لي التمرينات بتاعتي. وكده تقدر تاساين او تقول للايجنت يبقى عندك السكيلز او المهارات ديت، ودي تولز مختلفة عشان الايجنت يعمل بالظبط اللي مطلوب منه. وبكده اكون عملت 3 ايجنتس عن طريق ماي كلو.